ضربة جزاء لنادي الزمالك، وهنشوف بقى هل هتفرج للزمالك ولا لا. وادي اهو عمر جابر من اللعيبه احسن من توفيق، هو اللي بيخش في العمق كويس. التغييرات اللي عملها الراجل اصبح عنده اكتر من لعيب بيخش في العمق. ادي عمر جابر داخل اهو وماشي، وعلى طول ابراهيم حسن وقع وخده معاه، وما صدق سمير محمود عثمان واطلق صفاره وضربه جزاء لنادي سموحه في الدقيقه يعني 36 من زمن الشوط الثاني. والزمالك ضربة جزاء، هنشوف ايه الحكاية، مين هيشوط، مين هيصد، مين هيجيب اهداف، هنشوف ايه الحكاية بالظبط. على طول ايمن حفني وجها لوجه بياخد قراره، المهدي سليمان ايضا بياخد قراره، وضربة جزاء في الدقيقة 36 لنادي الزمالك. وسمير محمود عثمان مطلع اللعيبه بره منطقه الجزاء، وايمن حفني وضربه جزاء لنادي سموحه. ايمن حفني الهدف الاول لنادي الزمالك. ايمن حفني في الدقيقه 37 من زمن الشوط الثاني يتقدم نادي الزمالك بهدف لايمن حفني من ضربه جزاء. واعتقد ان المباراه كانت ماشيه على كده، على امل ان حلمي طولان يعني ما يخش فيه جون. اذا الجون جه من ضربه جزاء، ما حدش يلوم السيناريو بتاعه، ولكن برضه لازم نقول ان الشوط الثاني الزمالك يعني عمل التغييرات بتاعته كويسه. عمر